وانت عم تركض ورا مستقبلك لا تنسى تعيش الحاضر تبعك. في ناس بتضلها تركض ليل نهار، بتحط كل سعادتها بهدف بعيد ومستقبل وردي، بتلاقي السنين مرقت بدون ذكريات، بدون متعة وبدون رضا. وبالجهة التانية في ناس بتعيش كل يوم بيومه، سهرات، طلعات، ضحك وصرف، بدون ما يفكروا للحظة ببكرة. بس فتح عين غمض عين بتلاقي حالك إنسان فاشل ما بيملك غير كم صورة بتذكرك بأيام الصبا. أنا نظريتي كتير بسيطة، لا تعيش للمستقبل وتنسى الحاضر، ولا تغرق بالحاضر وتنسى بكرة. كون ميزان، خلي كل كفة تاخد حقها، لأن الوقت غدار والعمر ما رح ينطق. بالعادة بتكون الحلقة إنه أنا عم دور على مكان سافر عليه، فكيف بدي طالع الفيزا، إذا هذا المكان بيناسبني ولا لا. هلا اليوم الحلقة شوي مختلفة لأنه أنا بالنسبة لي القرار هو محسوم بالنسبة للخليج، بس حبيت أنقل لكم خبرتي اللي هي 6 سنين اللي حابب يسمعها. صح، على هي السيرة تذكرت إنه إجاني كثير كومنتات من عالم تعرفني وعالم لا. ما بعرف شلون واصلتهم فكرة إنه أنا فاتح مكتب سفر أو أنا عامل صفحة للسفر كمكتب، يعني إني عم دبر فيز للعالم. لا، الموضوع ما هو هيك. الموضوع مثل ما شرحت لكم ببساطة إنه أنا حاطط هدف ببالي اللي هو السفر، فأنا عم حقق هذا الهدف. بدي جرب انقل الصورة بطريقة ظريفة ولذيذة وفيد العالم. هلا بنرجع لحلقة اليوم. اليوم رح قابل صبية كتير لذيذة ومهضومة وعندها خبرة بتستاهل الواحد يسمعها. فرح اقعد احكي معها وبعدين نازل انا ورفقاتي نقعد قعدة لذيذة وظريفة. فاحضروا الحلقة الأخير لتشوفوا شو عاملكم. لا تحشر. طيب نصب فنجان قهوة بين ما تجي قروس. ناطرك أنا ها. في ذكاء يلا مش الحق، انا قلت لك حل، حط بطارية ثانية لأنه الأولى كانت فاضية. بطلة. أهلين قروس. أهلين ألوس، كيفك؟ مشتاق؟ أنا مشتاقت لك بالأكثر بعد زمان. أنا دقيت لك اليوم مشان نحكي بشكل عام على الخليج. هلا جريس عاشت فترة منيحة بسوريا، بعدين فترة الجامعة طلعتي على لبنان ولا قبل الجامعة؟ الجامعة أنا درست بس للتاسع بسوريا، وبعدين عاشت من عمر ال 15 معناتها. من عمر ال 15 طلعتي على لبنان ودرستي كملتي جامعتك بلبنان، بعدين عشتي فترة بدبي وهلا عايشة بقطر، وكان عندك زيارة لأوروبا. ففيكي تعطي تقييم كافي ووافي عن الوضع بشكل عام. يعني ما في عمم ابدا، بس اكيد في فيدك شوي من خبرتي، لانه صار لي تقريبا من 2022 بالخليج. اول شيء بدي احكي شغله اللي هي انه بالامارات الانجليزي هو اللي بدك تمشي فيه بالشارع، بدك تنزل على السوبر ماركت، بدك تشتري اغراضك بالبترول ستيشن، باي مكان، انت اغلب الوقت هو الانجليزي اللي عم تستخدميه. فاللي ما بيحكي انجليزي بدبي بيوقع، ما بيحسن يكمل. شو بالنسبه لقطر؟ تقريبا نفس الشيء. اوكي فهمت عليك. هلا انا بوافقك بالحكي انه اكيد الانجليزي هو شيء كثير مهم، العربي بدك تنساه، يعني غير ما تكون انت قاعد مع جالية عربيه ومثلا جيرانك او هيك اوكي بتستعمل عربي احيانا، لانه حتى احيانا النيبرهود كلها بتكون عباره عن هنود او اجانب او اوروبيين، لانه بتعرف انت الخليج كثير فيها كلتشر ومنوعه وهيك، فانه هي ما بس لوكلز، فكتير بهم انك انت تستعمل الانجليزي. بس في فرق بين الانجليزي اللي انت عم تستعمله بالشارع ولا الانجليزي اللي عم تستعمله بالورك بليس، لانه الانجليزي اللي عم تستعمله بالشارع بضلك تخلص حالك، يعني بضلك مثلا تحط كلمتين من هون على جمله من هون، تخبص شوي من هون بينفهم، لانه هن اصلا يعني ما كثير بدك تمام، ما بدك تشاور تهز براسك تعمل، فبينفهم عليك شوي. هلا كمان من الشغلات اللي هي بدي احكي فيها ايجابيه بالامارات اللي هي انه ما حدا بيتدخل بحياه حدا، بتعيشي ببيتك، بتطلعي على الشارع، بتعيشي الحياه اللي بدك اياها، بس اكيد ما تتدخلي بالخطوط الحمر اللي هي الدين والسياسه، هدول ممنوع تقربي عليهم، بس في حريه كثير كبيره بالامارات بالحياه. هذا الشيء موجود بقطر دخلك؟
هلا انا صراحه عشت بدبي وعشت بقطر، عن جد الاثنيناتهم بيجتمعوا على نفس الشغله اللي هي عن جد الياس، كميه الاحترام اللي عن جد بيعطوك اياها عن جد ما بتتخيلها. يعني انا عشت بسوريا وعشت بلبنان، كميه الاحترام اللي انا تقدمت لي يعني عن جد كثير كبيره بالنسبه لي كانت. بدي زيد عليكي، انا بطبيعه شغلي بالامارات تعاملت كثير مع وزراء، مع سفراء، مع مواطنين من اللي مستلمين مناصب حساسة، لواء، قائد شرطة. والله العظيم الاحترام الموجود عندهم أنا ما شفته بحياتي، مع إنه هن ببوزيشن بمكان بيسمح لهم إنه يكون في عندهم شوية نفسية مثلاً. بالخليج عن جد عندنا، يعني حتى بالشغل عندي عن جد كمية الاحترام اللي بتقدم لي، إنه أنا عن جد ببلدي ما كنت عم تحكي عن لبنان، ما عم تحكي عن سوريا. قروس لبنانية لا تبدينا. اوكي. هلا من الشغلات المزعجة كانت بالامارات اللي هي قديش في عجقة. فبقطر الوضع نفسه؟ بقطر اول شيء لا في عجقة، المواصلات كثير رخيصة، كثير رخيصة. يعني أنا مثلا بتذكر وقت أنا كنت بدبي كان أول ما يفتح العداد يفتح علي على 25 درهم. أقل مشوار 60 درهم بدبي، صح؟ هون ممكن تلاقي مشاوير 15 درهم، يعني هي كثير كترت ممكن تطلع ب 30 درهم. فيعني عن جد الكوست كثير أقل، العجقة كثير أخف، حياة هيك بسيطة ما بتحسها عجقة وركض، لا بالعكس هون كثير سلو بيست يعني. هلا ليكي قروس، في شغلة موجودة بالإمارات ما بعرف إذا موجودة بقطر، يلي هي أول شيء المعيشة غالية، هذا الشيء خالصين منه. بشكل عام السكن، الأكل، الشرب، المواصلات، إذا حدا عائلة ومدارس هون كارثة. الأكتيفيتيز، النشاطات الواحد عم بيعملها إن كان له وإن كان لأولاده كمان كتير غالية. هذا كلياته على جنب. في جنب ثاني اللي هو أنا كتير شفت عالم مهندس أو دكتور شايل الشركة على كتافه، وهو عن جد عم بيعمل كل شيء للشركة وعم بيجيب كتير مصاري لهي الشركة، بس هو راتبه ببكي، راتبه تحت الأرض، يعني راتبه ممكن يكون 2000-3000 درهم. هذا الشيء موجود بقطر؟ بهي الخليج كلها، هلا ما بدي اقول كلها، انا جد ما بعرف غير دبي وقطر، بس ان كان بدبي ولا ان كان بقطر فهو نفس الشيء. اكثر شيء فيك تلمسه بالخليج هو الكومبيتيشن، لانه في كثير كلتشر واسعه وكل حدا جاي من باك جراوند. فمثلا بتلاقي انه في عالم جايين من جنسيه اكس معينه من العالم بيقبلوا بسالري كثير اوطى من اللي انت بتستحقه، بس عندهم نولج وكواليفيكيشنز كثير اعلى من عندك. فانت مثلا بتطلع هيك صاحب العمل الامبلوير بيقول انا ليش بدي اوظف هذا الشخص اللي عنده مثلا هالقد مواصفات معينه او كواليفيكيشنز معينه بسالري كثير عالي، بينما انا بقدر اني انا اوظف اكس فلاني من العالم بسالري كثير اوطى وهو بضاهي له هذا الشخص الكواليفيكيشنز. بس هون شو بيربح؟ شو بس هون اللي بيربح، وطبعا مو بكل المجالات، بالمجال اللي هو على الواجهه اللي هو بوش الشركه، الكاريزما والترتيب واللباقه بالحكي. فإذا عن جد الإنسان طامح لبوزيشن كثير حلو وراتب كثير حلو، أنا بالنسبة لي الياس الشغل، الكونسستنسي، قديش أنت تعب على حالك كثير بيلعبوا دور. كل ما الإنسان تعب وشغل على حاله، اشتغل على حاله، كل ما عن جد رح يوصل لبوزيشنز ما رح أقول لك من أول سنة وثاني سنة، رح تلاقي الإنسان مثل ما أنت هلا ذكرت لي مثال على هذا المهندس اللي شايل الشركة كلها على كتافه على 2000 و3000 درهم، بس هذا الإنسان نفسه بعد 10 سنين روح قابله رح تلاقي السالري تبعه كثير عالي، يعني ما رح يحلم فيه حتى وين ما راح. يعني اذا بدك تحكي فيه مثلا باوروبا ممكن ياخذها، بس رح يكون في تاكسز كثير عم ياكلوا من السالري تبعه، او اذا كان ببلده بحس شوي صعب انه ياخذها، والا كان رجع على بلده ليش يضل متغرب وبعيد عن اهله. هلا انت اللي عم تحكيه هو الى حد ما موجود، بس ما نو 100%. يعني هو ما بعرف قديش النسبة المئوية، بس لا أنا بخالفك بصراحة إنه مو كل العالم يلي صار له 20 سنة بالإمارات هي قدرت توصل لمطرح منيح. في عالم صار له 20 سنة هي للأسف مكانك راوح، وأنا بعرفها شخصياً مو منا، ما إنه هو هذا الشخص فاشل أو هذا الشخص ما عم يطور حاله، شوية حظ
البلد مالها سهله، خصوصي اللي متجوز، فكل واحد وضع الشكل. ما بوافقك انا كثير 100%، موجوده اللي حكيتيها موجوده، بس يعني بنسب متفاوته. لك على فكره انا اول ما طلعت على الامارات فكانت العالم كلياتها تحكي على الصحراء، بدنا نطلع على الصحراء، بدنا نعمل بالصحراء، بدنا نروح على الصحراء، بدنا نرجع من الصحراء. لك يا جماعه شو بتروحوا بتسووا؟ يعني في حدا فيه مخ بيطلع على الصحراء؟ يعني انه شو هالروحه الحلوه، رمل. يعني عن جد انه الواحد حدا بيروح على الرمل، يعني لا في مناظر، لا في فيو، لا في محلات، ما في شيء. اخر شيء بعد ما نقوا علي وبدك تروح وحلوه ونتسلى، رحنا. مثل ما توقعت انه ما في شيء، بس تسلينا. والله كثير حلوه، يعني عن جد روحها كثير حلوه. شو اللي حلو فيها عن جد ما بعرف. هو قدامك انت ما في شيء فلا ورمل، وبدك تاخذي معك كل اغراضك، وخصوصا اذا بدك تعملي باربيكيو، بدنا نعمل مشاوي، فانه بدك تاخذي معك المطبخ كلياته. بس رغم هيك والله العظيم حلوه. انت جربتيها ايه؟ أنا جربتها بدبي صراحة، بقطر لسه ما جربتها، بس كمان هون كتير بيعملوا طلعات على الصحراء وهيك. فأنا جربتها صراحة، هي حلاوتها بالجمعة، يعني يكون معك عن جد جروب هيك مهضوم فرفوش، تحطوا أغاني، تشعلوا نار، تعملوا باربيكيو. مثلا هون بقطر في مثلا صحراء ودغري بلزق البحر، فأنتوا بتكونوا قاعدين على الرمل والبحر حدكم، ففيكم تخلصوا تنزلوا تسبحوا، يعني الطقس بيكون كتير دافي وهيك. أحلى منظر بتشوفه بحياتك، بتلاقي العالم عم يشفطوا بالسيارات وداش ديونينج، وعالم عم يعملوا باربيكيو، وعالم عن جد عم يعملوا دايفنج، بلزق بعض، تقطيعة شارع يعني. تقطيعة صحراء. فانت برايك تجربتك الشخصيه خرج الواحد ياخذ الريسك ويطلع على قطر يدور على شغل؟ طبعا. انا بالنسبه لي عن جد الياس، الانسان اللي عن جد تعبان على حاله وبيشتغل ممكن يوصل، بس بضل في opportunities، الكومبيتيشن موجودة، بس إذا عن جد الشخص عرف كيف يفوت ويأسس حاله فهي مستقبل كتير ظريف، ليس كاللونج تيرم بس لأن تعرف ما بيعطوا جنسية، بس كمعيشة أنا بالنسبة إلي يعني أنا personally كتير مبسوطة يعني بالبلد وبالكولتشر، وعن جد يعني بلد كتير حلوة. طيب جروس، أنا كتير انبسطت بالتليفون معك، وأكيد إن شاء الله بتمنى يكون الحلقة الجاية رود تريب بين فرنسا وإيطاليا، أو بين إيطاليا وسويسرا. خلص انا اول شيء كثير انبسطت معك. بس ان شاء الله بنعمل رود تريب سوا ان شاء الله. ماشي، موافق. يلا نطلتك، ميرسي كثير قلبي، يلا انتبه على حالك. باي باي. اما هلا فبدي اعطيكم رايي الشخصي بالخليج. الخليج بلاد كتير حلوه، تطور، نظافه، نظام، قانون، حياه كتير حلوه، بس كل يوم بيومه. كيف يعني؟ اذا بدنا نقارن الخليج باوروبا، الخليج سياره واوروبا سياره، نحن رايحين على المستقبل تبعنا. سياره الخليج هي متطوره، احسن تكنولوجيا، الاي سي فظيع، الشاشات اللي فيها بتجنن، سياره عاليه المواصفات، بس بلا دواليب. اما السياره اللي هي اوروبا فهي مانا برفاهيه الخليج، مانا بنفس التطور، مانا بنفس التكنولوجيا، مانا بنفس الراحه تبع الخليج، بس بالنهايه في لها دواليب رح توصلنا على المستقبل. المستقبل اللي هو جنسيه، تقاعد، مدارس وجامعات للاولاد. عشت 6 سنين بالخليج، بالنسبه لي كانوا كتير حلوين، بس هلا صار الوقت اني بعد المشوار، وكل واحد بيختار اللي بيناسبه. اما هلا فرايح انا ورفقاتي نلعب جكرو. مين بيعرف يلعب جكرو؟ تفضلوا. هي السبعة تمشيها برياحة. وهيك بنكون وصلنا لنهاية الحلقة، بس لسه الجاي أكيد أحلى.
بالحلقة الجاية رح نحكي عن فيز دراسة وعقود العمل بأوروبا، ورح اختار بنفسي الأحسن بيناتهم وأقدم عليها فعليا. انطروني وادعوا لي بالتوفيق، وبتمنى أشوفكم بخير كلياتكم. سلام.